فيلمنا بيبدأ في مدينة لوس أنجلوس. الناس بدأت يومها بشكل عادي جدا وكل واحد رايح يشوف شغله. في وسط الهدوء ده بيظهر مجموعة من المتظاهرين معترضين على قرار قفل خط المترو اللي اسمه الخط الأحمر، وده لأنهم مش لاقيين مواصلات وكمان المواصلات التانية غالية عليهم. بيحاول واحد من المسؤولين إنه يقنعهم إن القرار ده لمصلحتهم، بيقول لهم إن الخط فيه خطورة وما يقدرش يفتحه غير لما يتأكد من سلامة الأنفاق تماما. وفي مكان تاني في المدينة بيظهر بطلنا مايك، وده مدير إدارة الطوارئ في المدينة. مايك راجل عملي جدا وشايل مسؤولية كبيرة وبيحب بنته الوحيدة كيلي اللي عايشة معاه بعد ما انفصل عن والدتها. مايك بيحضر الفطار لبنته وهم بيخططوا عشان يسافروا في رحلة تخييم، وفجأة بتحصل هزة أرضية قوية. الزلزال كان مفاجئ ومرعب بس استمر ثواني قليلة. احنا النهاردة هنحكي فيلم فولكانو. بنروح لمستشفى المدينة وبنشوف الدكتورة كايلا، كانت خايفة على مريض عندها وبتحاول تثبت السرير وتنقذه وقت الزلزال. وبنرجع لمايك اللي بعد ما الزلزال خلص قرر إنه يلغي أجازته فورا ويروح يشوف شغله. كيلي بنته زعلت جدا لأنها كانت مستنية الرحلة دي بفارغ الصبر. بيتصل بجليسة الأطفال عشان تيجي تقعد مع كيلي وبيركب عربيته وبيروح لمركز العمليات. وفي مكان تاني تحت الأرض، الفريق المسؤول عن صيانة المترو بيبدأ يتفقد القضبان، بيشوفوا هل الزلزال أثر على بنية الأنفاق ولا لأ. وبنرجع لمايك اللي بيوصل شغله وبيلاقي الدنيا مقلوبة في غرفة المراقبة. بيشوف في الكاميرات مواسير ضخمة بتنفجر تحت الأرض في منطقة الأنفاق. بيسأل فريقه إيه اللي بيحصل، بيقولوا إن حصل انفجار بسيط في مواسير الغاز والمية ومفيش داعي للقلق، وإنهم بعتوا فريق صيانة هناك عشان يحل المشكلة في أسرع وقت. بيوصل مايك لمكان الانفجار، بيلاقي قائد الفريق واقف وهو خايف ومنتظر فريقه يخرج. وفجأة بيطلع واحد من العمال من وسط الدخان ونص جسمه محروق. باقي الفريق اللي كان جوه النفق ماتوا كلهم في لحظة واحدة ومحدش عارف السبب. مايك بيسأل القائد هل في تسريب غاز أو حريق. القائد قال له إنهم دخلوا في تجويف بخاري سخن جدا، بس مايك بيشك في الكلام لأن شكل الحروق اللي على الجثث مش مجرد بخار مية. بيقرر إنه ينزل بنفسه لجوه النفق عشان يكتشف الموضوع. قائد فريق الصيانة بيرفض وبيقول له المكان خطر جدا. بيوصل المسؤول عن تأمين الأنفاق ومايك بيوريله خريطة المنطقة، بيحدد له مكان الانفجار وبيقول له المنطقة دي بيعدي منها مترو الخط الأحمر. مايك بيطلب منه يقفل الخط فورا ويخلي المنطقة كلها لحد ما نعرف سبب الحرارة، لكن المسؤول بيتكبر وبيرفض الطلب وبيدافع عن شغله وبيقول إن الخرسانة قوية. بيقول له دي خرسانة سمكها أكتر من 5 متر ومستحيل تتأثر بأي بخار أو حرارة بسيطة. وبنروح للمستشفى اللي وصل فيها الناجي الوحيد من انفجار النفق. دكتورة كايلا بتفحص الجثث والناجي وبتقول لزميلتها إن الحروق دي مستحيل تكون بخار، بتقول لها دي حروق كيميائية أو حرارية من مصدر طاقة قوي. بنرجع لمايك اللي بينزل النفق في السر مع عامل من فريقه وهو شايل أجهزة قياس. بيدوروا على المكان اللي العمال ماتوا فيه وبيلاحظوا إن الحرارة بتزيد، وفجأة بيشوفوا فتحة في الخرسانة بيخرج منها بخار أصفر غريب وريحته نفاذة. جهاز الإشارة اللي مع مايك بيبدأ يصفر ويدي قراءات طاقة عالية جدا. الأرض بتبدأ تتهز من تاني بسبب قطر المترو اللي بيعدي في نفق قريب منهم. وفجأة بتنفجر فتحة في الأرض وبيخرج منها لهب أصفر. مايك وزميله بيجروا بسرعة وهم بيصرخوا وبيقفلوا الباب وراهم في آخر ثانية. مايك بيطلع للسطح وهو بينهج وبيطلب من مساعده يكلم شرطة المدينة، بيقول له لازم نخلي المنطقة من السكان فورا. بيطلب قفل خطوط الغاز والمية والكهرباء لأن في تسريب مجهول وشرارة نار بتهدد الكل. بيطلب كمان حضور عالم جيولوجي متخصص عشان يفسر اللي بيحصل. بتوصل للعالمة إيميدي وبتبدأ تحلل البيانات اللي مايك جمعها، وبتقول لمايك إن في بحيرة تحت الأرض درجة حرارتها زادت 6 درجات في وقت قليل. بتقول له لازم يكون في حدث جيولوجي عنيف بيحصل تحت القشرة الأرضية في المكان ده. مايك بيسألها إيه هو الحدث الجيولوجي اللي ممكن يعمل كده. إيميلي بتقول له إن المدينة موجودة فوق محيط من الصخور المنصهرة واللافا، وإن الحمم البركانية ممكن تلاقي طريقها للسطح من خلال الشقوق اللي عملها الزلزال. مايك ما بيكونش مصدق إن في بركان ممكن يطلع في وسط مدينة زي لوس أنجلوس. إيميلي بتحكي له قصة حصلت في المكسيك لمزارع شاف دخان في أرضه، وبعدها بأسبوع انفجر بركان طوله 1000 متر ودمر كل حاجة في طريقه ومسح المزرعة. إيميلي بتقول لمايك إن ده احتمال كبير بس لسه محتاجين نتأكد من عينات التربة. مايك بيرفض إن إيميلي تنزل النفق، بس إيميلي بتصمم وبتقرر تنزل مع صديقتها في الفجر. بينزلوا فعلا وبياخدوا عينات، وفجأة الأرض بتتهز من تاني وبيحصل زلزال قوي جدا بيخلي المترو يقف في مكانه والركاب بيقعوا فوق بعض. وتحت الأرض في النفق بتحصل فجوة ضخمة وبتقع فيها صديقة إيميلي بتمسك إيدها وبتحاول تشدها، بس فجأة بتخرج نار من الفجوة وبتحرقها وإيميلي بتطير من قوة الانفجار. الكهرباء بتقطع عن المدينة كلها. مايك بياخد بنته كيلي وبيهرب من البيت بسرعة وبيروح لمبنى الطوارئ، وفي نص الطريق البلاعات في الشارع بتنفجر وبتخرج كور نار ضخمة من تحت الأرض. المباني بتبدأ تنهار والناس بتجري في كل حتة بيدوروا على أي مخبأ يحميهم.
بنروح للمترو والسواق بيحاول يفتح الأبواب بس بتكون مقفولة بسبب ضغط الهواء والحرارة العالية اللي بره القطر. الدكتورة كايلا بتكون في عربيتها وبتحاول توصل للمستشفى، بتشوف عربية مطافي بتتحرق من كورة نار وبتتقلب في نص الطريق. كايلا بتنزل بسرعة وبتبدأ تسعف المصابين. مايك بيشوفها وبيساعدها وبيديها شنطة الإسعافات وبيجمع لها كل الجرحى في مكان واحد. وفجأة الأرض بتتهز هزة أخيرة وبينفجر إزاز المباني كلها وبيخرج من تحت الأرض لافا بركانية قوية. الحمم بتبدأ تنتشر في الشوارع وبتقرب من العربية اللي فيها كيلي بنت مايك. كيلي بتخرج من العربية وهي بتصرخ، العربية بتولع وكيلي بتبقى محبوسة بين الحمم والنار، ومايك بيجري عليها عشان يلحقها، بيشيل بنته وبيطلع فوق سقف العربية، والحمم بتبدأ تاكل الكاوتش والحديد ببطء. مايك بينط ببنته في آخر ثانية، بس رجل كيلي بتلمس الحرارة. مايك بيجري بيها للدكتورة وبتقول له لازم تروح المستشفى فورا. إيميلي بتوصل وبتقول لمايك إن الحمم دي لو ما وقفتش المدينة كلها هتتدمر. بيشوفوا كرة نار تانية نازلة عليهم والناس بتبدأ تجري في كل اتجاه. مايك بياخد قرار شجاع وبيطلب من كل القوات انهم يزقوا اتوبيسات نقل عام ضخمه، بيعملوا حاجز من الاتوبيسات قدام الحمم عشان يعطلوا حركتها. مايك بيشوف واحد مشرد نايم تحت شجره والحمم بتقرب منه فبيجري ينقذه، بيشيلوا الراجل وقبل ما يهربوا عمود كهرباء بيقع عليهم. مايك وإيميلي بيتحبسوا في النص ورجالة المطافي بينزلوا سلم بسرعة. مايك بيحط الراجل على السلم وبيطلع هو وإيميلي، وفي نفق المترو السواق بيوصل لاخر عربيه وبيلاقي النار بتزحف ناحيتهم. ايميلي بتقول لمايك ان الحواجز دي مش هتكفي ولازم نلاقي طريقه نبرد بيها اللافا. مايك بيقرر يحفر خنادق في الارض عشان الحمم تنزل فيها وتتوزع بعيد عن البيوت. بيجمع العمال وبيبداوا الحفر. وفي مكان تاني مسؤول في المترو بيدخل مع فريقه عشان ينقذ الركاب، وفجأة بيظهر حمم تحت القطر والقائد بيضحي بنفسه وبينط في النار عشان ينقذ السواق. في المستشفى كيلي بتتحسن وبتقعد تخلي بالها من طفلين صغيرين تاهوا من أهلهم. مايك بيشوف إن المطافي اللي عنده قليلة فبيطلب دعم من كل المدن المجاورة. إيميلي بتقترح فكرة مجنونة وهي رش مية بكميات ضخمة من الطيارات. مايك بيوافق وبيعملوا حوادث عشان يحاصروا اللافا. الطيارات بتوصل وبتبدأ ترش المية، وبعد 10 دقايق الحمم بتتجمد فعلا والمدينة كلها بتفرح. بس إيميلي بتكون لسه قلقانة وبتقول لمايك إن المصدر الأصلي لسه شغال تحت الأرض. بيكتشفوا بالأجهزة إن في بركان تاني هيطلع من تحت المستشفى. مايك بيفتح الخريطة بسرعة وبيدور على أي مخرج لحمم البركان. بيلاقي إن في نفق مترو قديم بيتقاطع مع مصرف مية كبير بيوصل للمحيط الهادي. مايك بياخد قرار انتحاري وهو إنه يهدم مبنى كبير بالمتفجرات عشان يسد طريق ويفتح طريق تاني. بيطلب من القوات الخاصة تزرع ديناميت في أركان المبنى عشان يوجهوا البركان للمحيط. بدأت عملية إخلاء المستشفى بسرعة والكل بيجري، وكيلي كانت بتدور على طفل تاه منها. مايك بيجهز للتفجير وفجأة بيشوف بنته واقفة قدام المستشفى بتنادي عليه، بيصرخ في الفريق وبيجري عليها عشان يلحقها، بس المبنى بينفجر والغبار بيغطي كل حاجة والحمم بتمشي في المسار الجديد وبتوصل للمحيط. إيميلي بتجري تدور على مايك وهي بتعيط وخايفة يكونوا ماتوا، وفجأة بيطلع مايك من تحت الحطام وهو شايل بنته والطفل الصغير في حضنه. المدينة كلها بتفرح والبركان بيبرد في مية المحيط، وبينتهي الفيلم مع مشهد نزول المطر على المدينة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا. أشوفكم مع ملخص جديد. سلام.